تخيل وانت قاعد بتتفرج على فيلم وفجأة تلاقي الحيطان حواليك اتحولت لألوان الفيلم نفسه، ويا سلام بقى لو الفيلم ده كان أكشن ومع كل ضربة أو انفجار تلاقي الألوان اتحولت وتدخلك جوه الفيلم. وده الجهاز اللي أنا جربته واللي هنعمل له ريفيو النهاردة، وهو جوفي AI ThinkBox 2. طب ازاي الجهاز ده شغال وايه مواصفاته وايه مميزات الجهاز ده وليه في اسمه فيه كلمة AI، وهل في عيوب خطيرة في الجهاز ده اللي على فكرة منهم كان عيب ديل بريكر بالنسبة لي وممكن يبقى بالنسبة لك انت كمان. طبعا وانت بتجيب الجهاز لازم تتاكد انت مقاس شاشتك كام عشان ما تجيبش شريط الليد اقصر من مقاس الشاشه بتاعك او اطول بزياده. من مميزات كمان الجهاز ده ان هو بيجي ب2 HDMI 2.1. الجهاز كمان بيشتغل ببلوتوث مع الواي فاي، والواي فاي بتاعه 2.4 جيجا هرتز، والاتش دي ام اي 2.1 بتسبورت لحد 8K 60 فريم، او لو انت شغال على ال 4K فبتشتغل لحد 144 فريم بير سكند. في حاجتين بالنسبه لي بيخلوا الجهاز ده مميز قوي. اول حاجه انت ممكن تفتكر ان اي شريط ليد RGB ممكن يديك نفس التجربه لو انت لزقته حوالين التلفزيون، لكن الكلام ده مش صح. هنا الشريط الليد مختلف شويه. الفكره مش انه اي شريط RGB كده وخلاص، لا، هنا الشريط الليد بيجي بحاجه اسمها RGB WIC. يعني ايه بقى RGB؟ دي الالوان الاساسيه اللي احنا نعرفها كلها، الريد جرين بلو. الدبليو اللي جنبها دي ايه؟ الدبليو دي معناها ان كل لمبه RGB معاها حته مخصوصه للون الابيض، وده بيساعد في انه يديك دقه اكبر بكتير. طب ايه الاي سي اللي جنبها دي؟ اي سي اللي جنبها دي معناها اندبندنت كنترول، يعني الجهاز يقدر يتحكم في كل جزء من شريط الليد لوحده، عشان وانت بتتفرج على فيلم تعرف تلاقي جزء مطفي وجزء منور، مش كله منور مع بعض ومش كله بيدي نفس اللون. اعرف اتحكم في اللون اللي هنا واعرف اتحكم في كل حته لوحدها، وده بيديك تناسق ودقه عاليه جدا جدا جدا. تاني حاجه بقى ان الجهاز ده بيجي ب 75 لمبه ليد لكل متر، وده رقم حلو قوي قوي، يعني بيساعدك وانت بتتفرج ان ما يبقاش فيه فراغات خالص بين اللمض وبعضها. يعني من الاخر كده وانت بتتفرج على التلفزيون مش هتلاقي فراغات في النور، او مش هتلاقي ان في حتت ما فيهاش نور كويس، لا، مش هتحس اصلا بالفراغات دي. كمان برايتنس اللمض دي بيوصل ل 450 لومنز، يعني تقدر تقول كده سواء طافي النور او مولع النور هتشوف النور ده كويس، ولكن انا بفضل طبعا الفرجه عليه في الضلمه، بيديك احساس مختلف تماما كانك في السينما. طبعا اول ما بتخلص التوصيلات كلها وتبدا تشوف النور بتاع التلفزيون لاول مره بتحس بقيمه اللي انت دفعته، واللي هو ثمن الجهاز اللي بيوصل ل $230. انت متخيل ان انت لو في مشهد نار حواليك مثلا بتبدا تشوف الشعله دي حوالين التلفزيون؟ لو الشعله دي على اليمين هتشوف النار طالعه من الجزء اليمين، لو النار من الشمال هتشوف النار طالعه من الجزء الشمال، ولو فوق نفس الكلام. الموضوع مبهر. لو انت بقى عايز تزود النار دي كمان وتحس بقى بالاوضه كلها بتنور حواليك، ممكن تخش على ويب سايت جوفي وتبدا تشوف ايه الاجهزه كمان المتوافقه مع الجهاز اللي انت جايبه للتلفزيون، وتبدا تخلي الاوضه كلها بتنور بنفس الطريقه من الابلكيشن بتاع جوفي، وتخلي كله متزامن مع بعض، او تعمل سينكرونايز لكل الاجهزه اللي انت جايبها سوا. طبعا انت بتسال دلوقتي هو ايه كلمه AI اللي في الجهاز دي؟ اكيد ليها لازمه، صح؟ هي ليها لازمه. تعال افهمك يعني ايه. كلمه AI هنا جايه مخصوص للجيمرز، فلو انت جيمر ركز في الحته دي. لو انت عندك بلاي ستيشن او اكس بوكس او نينتندو، في لعب متوافقه مع النور بتاع جوفي، بتفتح الابلكيشن وتبدا تشوف اللعب المتوافقه مع الجهاز بتاعنا. وعلى فكره في حاجات معروفه جدا زي كول اوف ديوتي وفالورنت وماريو كارت وحاجات تانية كتير جدا، بتبدا تشوف اللعب المتوافقه وتبدا تشوف اللعب بتنور حواليك. بس المختلف هنا عن الافلام ان الاي اي بيبدا يفهم ايه اللي بيحصل لك في اللعبه. يعني مثلا لو انت بتلعب كول اوف ديوتي ومت، هتلاقي النور الاحمر حوالين التلفزيون عشان انت مت، وتبدا تريسبون من جديد، فبيديك احساس مختلف شويه عن فرجه التلفزيون العادي او فرجه الافلام اللي بس بتغير النور على حسب المشهد. هنا النور بيتغير كمان على حسب انت بتعمل ايه جوه اللعبه. يعني النور الاحمر ده لو انت مت ما بيبقاش موجود في اللعبه، ولكن هو بيفهم الكونتكست اللي انت فيه. طب كلام حلو قوي، والجهاز زي الفل اهو، كله مميزات. ايه ما فيهوش عيوب؟ جهاز كامل. انت عمرك شفت حاجه من غير عيوب؟ عمرك شفت جهاز ما فيهوش عيوب؟ ولكن قبل ما اقول لك العيوب لازم تعمل سبسكرايب عشان تساعدني نبقى اكبر تك كوميونتي موجود في العالم كله. تعال اقول لك العيوب الخطيره، واللي منها واحد كان ديل بريكر بالنسبه لي. اول حاجه في العيوب كانت بالنسبه لي اللزقه بتاعه الشريط. حسيت وانا بلزق كده ان اللزق كان ممكن يبقى بريميوم اكتر شويه، حسيت انه ممكن يطلع في ايدي وانا بلزقه، وخفت جدا فكنت مركز وانا بلزقه ان ما بوظش حاجه. تاني حاجه بقى، بما اني بحب انخرب قوي ورا الناس، فدخلت الويب سايت بتاع جوفي اشوف الريفيوز. هم برافو عليهم، هم سايبين الريفيوز كلها، حتى الريفيوز النيجاتيف بتاعه الناس. كان في ناس كتير قوي بتشتكي من حاجه محدده قوي، وهي السبورت بتاع الشركه بتاع جوفي. في ناس كتير قوي كانت بتطلب حاجات وجوفي ما بتردش عليهم، او بيحاولوا يشتكوا او يحاولوا يكلموهم في التليفون وجوفي ما بتردش. ممكن تبقى دي حاجه تافهه بالنسبه لك اول ما تجيب الجهاز، ولكن لو انت كان عندك عيب صناعه او عندك اي عيب وعايز تشتكي او عايز سبورت في اي حاجه في الجهاز بتاعك ومستني منهم رد، فدي هتبقى حاجه رخمه جدا جدا ان هم ما بيردوش بسهوله. وعلى فكره النسبه بتاعت الناس اللي كانت بتشتكي من السبورت ما كانتش
كانتش قليله خالص خالص زي ما انتم شايفين كده على الشاشه كميه الناس دي. نيجي بقى للسبب الديل بريكر بالنسبه لي. طب ازاي ديل بريكر يا عم ما انت جبت الجهاز؟ احب اقول لك ان الجهاز ده مش عندنا، ده عند واحد صاحبي وهو كتر خيره، رحت له وخلاني اعمل له انبوكس. انت دلوقتي لما بتيجي تحط اي اتش دي في التلفزيون بتاعك، الاتش دي اللي بتحطها دي بتبقى انبوت. يعني انا مثلا جبت ريسيفر فباخد من الريسيفر اوتبوت بحط انبوت في التلفزيون. طب دلوقتي انا عايز اوصل الجوفي اي اي سينك بوكس ده، هعمل ايه؟ هاخد اوتبوت من التلفزيون وهحط في الجوفي سينك بوكس، صح؟ صح، بس للاسف التلفزيونات ما فيهاش اتش دي اوتبوت ودي مشكله. فانا دلوقتي عشان اشغل اي حاجه على التلفزيون من الجهاز بتاعي لازم اخد اوتبوت من جهاز تاني. يعني مثلا عندي بلاي ستيشن فهاخد الاتش دي بدل ما اوصلها دايركت على التلفزيون بتاع البلاي ستيشن، لا هاخد الاتش دي وهوصلها بالجهاز بتاعي، وهاخد الاوتبوت بتاع الجهاز بتاعي بتاع جوفي وهحطه انبوت في التلفزيون. لكن مفيش اوتبوت من التلفزيون احطه للجهاز وارجعه تاني التلفزيون. فاهم المشكله فين؟ وبالتالي انت لو عندك سمارت تي في هيعتبر مش هيشتغل على الجهاز، وعشان تشغله هتحتاج حاجه زي ابل تي في بوكس او جوجل او شاومي او اي حاجه ثالثه تشتريها جهاز خارجي عشان تعرف توصله بجوفي عشان تعرف ترجعه تاني للتلفزيون. وده بالنسبه لي بصراحه مش احسن حل، لان انا كنت عايز استخدم السمارت تي في بتاعي. طبعا السبب اللي انا قلته ده سبب قاتل وممكن يخليك تفكر مرتين ثلاثه قبل ما تجيب الجهاز. ففكر كويس وشوف انت محتاج تجيب حاجه خارجيه ولا محتاج تستعمل السمارت تي في بتاعك. ده لو انت طبعا مش عايز اجهزه زياده على الفاضي. لو برضو مش عايز تدفع وخلاص فما تنساش تشوف الفيديو ده بتاع الايفون 16 برو ماكس فيرسز البادجت كاميرا. ولو لسه حاسس ان الموبايل بيتصنت عليك وبيطلع لك اعلانات شبه الكلام اللي انت كنت بتقوله بالظبط، فما تنساش تشوف الفيديو ده، واكيد اللايك والشير والسبسكرايب، واكيد كمان واشوفكم في فيديو جديد.